مشاهدينا الكرام، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو، جزاكم الله ألف خير. الإعلام المصري والصحافة المصرية أشادت بالحفاوة الاستقبال والدعم الكبير للجمهور المغربي على أرضية ملعب طنجة خلال المباراة الأولى لنادي الأهلي المصري، حيث قال مدرب نادي الأهلي المصري السويسري مارسيل كولير إن الجمهور المغربي قدم دعما كبيرا للأهلي خلال فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الأولى التي جمعتهما بأرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة. وقالت الصحافة المصرية في تصريح لها إن الجمهور المغربي ساند فريقنا بشكل كبير وقوي، ونأمل أن يستمر هذا الدعم الكبير في المباريات القادمة، لأن اللاعبين شعروا أنهم يلعبون على أرض وطنهم، والشيء الذي يمنحهم القوة ومواصلة المشوار في هذه البطولة العالمية كأس العالم للأندية بالمغرب 2022. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.